صادرتم الاموال اللي كان والمجوهرات اللي كانت موجوده كلها في القصور. موجوده ثم عندما جاء الدكتور مرزوقي او الرئيس المرزوقي قرر ان يبيع هذه القصور. احنا بنتكلم في كام قصر وبنتكلم في مبلغ ضخم. 4 قصور، 4 قصور، منهم قصر أهم بكثير من هذا القصر اسمه دار الخير موجود في الحمامات، أكبر من هذا القصر وتكلف أموال رهيبة للتونسيين. يعني هذا الرجل كان يتمتع بهذا القصر وبقصر في مكان اسمه سيدي ظريف وبقصر في الحمامات، يعني شيء لا يتصوره العقل. إنما مش قصور أثرية؟ لا أبدا، ليست قصور أثرية، بالعكس أنا اكتشفت لما كل الآثار التي اكتشفتها في هذا القصر قررت إرجاعها إلى المتحف، إلى متحف باردو، لأنه كل ما هو له علاقة بالأمور الأثرية هو ملك الشعب التونسي. لكن هذه القصور ليست لها أي علاقة بالآثار، هي أموال مسروقة ومنهوبة ومتروكة لتمتع شخص فقط. يعني تصوري في قصر في 4 أماكن يذهب إليهم رئيس الجمهورية ليتمتع يوم في السنة، يعني كفر، والناس تموت من الجوع. إذن هذه مثل جملة من الرسائل بس التي احيانا يتقال ايه، بس عشان برضو شكل الدولة لما يجي ضيف، لما يجي زائر، يبقى الدولة في قصر ضيافة، في قصر ضيافة لم يمس، وهذا سيكون باب يعني قصر التونسيين. لكن القصور الأخرى لماذا؟ يعني هذه فقط يعني أنا أعتبر هذا هو الكفر، يعني أنه ناس تموت من الجوع وناس عندها وشخص يتمتع ب4 قصور، يا رسول الله، هذا أمر غير مقبول. إذن أنا حسب رأيي الآن مهمة رئاسة الجمهورية ومهمة الدولة هي أن تعيد الثقة للناس بأنه طيب أموالكم أيضا التي وقعت مصادرتها 19 مليون دينار التي اكتشفتها يعني ما زالت لم تستعمل، يعني 19 مليون دينار يعني قرابة 15 مليون دولار، يعني ما بقي من ميزانية السنة الفارطة، عوض أن تستعمل لمصالح هذه الرئاسة سنستعملها، سنضعها نضخها في صندوق الوطني للتشريع.